سائل من جيجل يقول: تزوجت بنت عمي ورزقني الله تعالى منها ولدا هو قرة عيني، ربي يحفظه لك ويجعله من الصالحين ويجعله من العلماء العاملين، وبسبب مشكل تافه طلقتها. الله يهديك، الله يهديك. طلقت بنت عمك، طلقت بنت عمك على جال مشكل تافه. طلقت بنت عمك وحركت لها القلب نتاعها وحركت القلب تاع عمك على جال مشكل تافه. لو كان قلت لي حاجة مقنعة نقولوا عندك الحق، بصح راك تقول مشكل تافه. يا درا وشنو هذا المشكل تافه؟ يا سعد لدى جيجلية، يا سعد أنا قلت لكم الإنسان لدى مرأة جيجلية. الجيجلية مشهورة معروفة باللي تخدم الزوج وتخدم باباه ويماه. حتى كاين ناس في جيجل لما تجي تخطبوا في بنته تقول له نسكنها وحدها ما يعطيها لكش. كي تقول له نسكنها وحدها يقول لك ما تديهاش إذا تسكنها مع بابك ويمك، لأن جارت العادة عندهم أن المرأة هذيك تسيبها تخدم راجلها وتخدم مالين تاع راجلها. يا سعد للدجيجلية وما زال نقولها. كانوا نساء تاع جيجل السمعوا باش تعرفوا الشرف تاع المرأة الجزائرية. علاه نقول لكم أنا ربي نعم علينا احنا في الجزائر بيعني أجمل أنواع النساء، والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. المرأة الجيجلية كانت كي تخبز، هاي تخبز زعما دارها تسحق 3 خبزات، هي دير 6، 3 للدار و3 واش دير؟ توجدهم وتسقمهم وتخرجهم قدام الباب. ما يشعرها كاع شكون جاي ياكل منهم. يحطوا الخبز قدام الباب، يجي عابر سابير، يجي انسان، اي واحد يجي يدي وياكل، وصدقه عليها. صدقه. هذا الشيء، هذه الصدقه هي اللي طفت النار في جبال جيجل، هي اللي وفقكم ربي وطفيتوا هذيك النار تاع الفتنه اللي وقعت ولا الجزائر يقتل خوه. الصدقه ودعوي الخير، وهذوك الفحلات اللي كانوا يباتوا يدعيوا في ربي، يدعيوا ربي صادقين، فربي طفى النار. ماشي شطارة تاعنا. أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. يا سعد للدجيجلية، ما أنت يا طلقت بنت عمك بسبب مشكل تافه، ويقول: وأنا في حالة غضب شديد. ما كاش اللي طلق مرته هو فرحان، قاعد يطلق مرته في غضب شديد. انت وين صرت راجل يقول لها يا زوجتي العزيزة تعالي لأطلقك؟ ما كاش. هذه فيلم ما صار هذا ولا ما كاش. قاعد يطلق مرته في حالة غضب. انسى هذه مسألة كنت في غضب، ولكن كاين غضب من غضب. وأنا في حالة غضب شديد حيث صرت كالمجنون، وهي منذ شهرين في بيت أهلها وأنا أريد إرجاعها. إنسان طلق زوجته وقت تقول بلغت من الغضب درجة الجنون، يا هكذا قلتها. ها وقالها: وأنا في غضب شديد حيث صرت كالمجنون. المجنون في الشريعة الإسلامية مكلف ولا ماشي مكلف؟ ما قالش عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، وقال عن المجنون حتى يفيق، عن المجنون حتى يفيق. والذي رفع الله عنه القلم كيف تطلق زوجته وهو موش مكلف أصلا؟ أما لا، مادام بلغت من الغضب درجة الجنون فطلاقك لا يقع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. وفسر الإغلاق بالإكراه، وفسر الإغلاق بالجنون. وانت مرفوع عنك القلم. أما لا، غير تسمع هذه الحصة دوكا، غير تسمعها، روح قلع وفد موتك، روح ادي موتك، لايم الأسرة تاعك، لايم الشمل. وشنو تكون شوية، ما تكونش جامد، ماشي طول الموت قال جيت نديك. راك تعرف بوكي فلور، حاجة هدية قرعة ريحة. قال العلماء: وليهدي لها هدية. هدي موتك، أم وليدك. عارف كيف سلم على راس عمك، ماشي تجي تجاف. كاين يابسين، بالك هو ناوي يعطي لك موتك، يروح يستصوني قدام دار يبدا يصوني. واش راك تستنى يخرجوها لك عروسه؟ اهبط شويه، سلم له على راسه يا عمي وكذا. جابها بليس، ادي معك باباك، ادي معك الامام تاع الجامع،
شويه وزيد قرعه ريحه ليماها ما تعمك سقم الامور. واحد النهار رحت نصلح بين راجل ومرته، كي نجحت صلحت بيناتهم قلت له يا ودي روح شري دجاجه مشويه وتعشى انت ومرتك اليوم كيف كيفه. قال لي ما عنديش، قال لي اعطيني شي دجاجه. زدت اعطيت له 60,000، زاد لي 60,000. هذا واش كان في جيبي. جيت لي ما تنساو تسلموا لي على طلبه جامعه تاسوست. الله يعلم اني احبكم يا طلبه جامعه تاسوست. أنا شفتها عجباتك باطا باتيسي قلع باباها. هذه اللي نفتي فيها.